هذا التقرير برعاية حنة اللمسة الذهبية. شوف أنا الحنة سودا كيف الناس سلم. حنة اللمسة الذهبية زينة المرأة العصرية من حقول الدامر المروية. إنتاج شركة سمهدانة للخدمات المتكاملة بالدامر. تلفون 0127 0 11 11 0. حنة اللمسة الذهبية. تعتبر محلية الدامر رائدة في زراعة وصناعة الحناء، حيث تقدر المساحة المزروعة بالحناء في تلك البلدة ب3572 فدان وفقا لآخر إحصائية في العام 2008. انتشار الحنة في منطقة جنوب الدامر وكانت بدايتها من الحديبة من الوالد سعيد مصطفى له الرحمة، فقيل إنه أول من زرع في المنطقة، وآبائنا وأعمامنا وكل أهل المنطقة ابتدوا يستجلبوها من الحديبة وتنتشر، وهي لو في مزارع واحد ممكن ينشرها في كل المناطق الثانية، لأنها هي بتقوم عن طريق العقل. هي أنت ما عليك إلا إنك تقطعها وتقوم تقصص منها فروع وتزرع تشتري، يعني ما تزرع عن طريق التواريب، يعني تزرع عن طريق العقل، فدي ما سهل زراعتها وانتشارها أكثر. طبيعة الأرض ومناخ مزارع جنوب الدامر التي انطلقت منها زراعة الحناء جعل منها حراكا اقتصاديا كبيرا في ظل انتشار الحشائش الطفيلية التي كان لخبراء الزراعة فيها رأي آخر. عدم التحكم في الري وخلى الري في فترات كبيرة جدا في داخل المحصول، بيؤدي لأنه المسألة بتاعت قيام اللخ، نبات اللخ ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا، وبيعالجوه المزارعين بحاجة اسمها، لو اتكلمنا نحن دي جملة إرشادية، بيشتغلوا بحاجة اسمها الدمار الشامل، لكن برضو عنده مؤثرات لأنه هو بيقتل أي حاجة خضراء، ومن بعد ما يكون في شكل عيدان ممكن يشتغلوها الناس الممارسين. في مبيدات موجودة ممكن تتعالج بها، بالإضافة للحشيش اليدوي. لكن المسألة صراحة عايزة وقفة من البحوث الزراعية والتوعية الإرشادية بحيث أن نرتقي للإنتاجية. شهدت صناعة الحناء بالدامر تطورا كبيرا عقب دخول أحدث آليات تحويل المحصول إلى مسحوق جيد الصنع في مراحله التصنيعية المختلفة. مراحل صناعة الحنة بتجينا من المزارع، بيتم وزنها ووضعها في المخزن، من المخزن بتمشي للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة النظافة والسحن. بعد النظافة والسحن بيتم دخولها للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التعبئة في أكياس والتكفيل وتعبئة في كرتون. تمتاز حناء الدامر بجودة عالية وشهرة كبيرة داخل وخارج البلاد، إلا أنها ظلت تواجه صعوبات جمة في مجال التسويق والتصدير. أساسا الحنة ما كان أو ما عندها أساسا يعني منظم أو جهة ترعاها هي في الخارج، ما في. يعني أنت على حسب الجودة بتاعتك في الإنتاجية هي بتتأثر الحنة. يعني في دول منافسة مثلا زي اليمن زي الهند، دول منافسة، يعني كمية التراب الموجودة في الحنة لازم تكون نظيفة أو تكون يعني قليلة من ناحية الأوساخ والأتربة. حنة اللمسة الذهبية تقريبا في السوق لها 15 سنة، والحمد لله أثبتت جودتها، وموجودة في كثير من الدول، موجودة في دشعات وفي أفريقيا الوسطى وفي ليبيا وفي الكاميرون وفي نيجيريا، وموجودة في مصر والمملكة العربية السعودية، والحمد لله حققت انتشار بحكم الجودة ونافست الحمد لله، وموجودة في كل الأسواق. وجدت الحناء في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من المزارعين، مما أسهم في ارتفاع عائداتهم وشجعهم على التوسع في المساحات الزراعية وتجويد المحصول النقدي الذي يحظى بإقبال وقوة شرائية كبيرة.